اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين واهلا بكم في اخبار الدولي يقول. النهارده معانا خبر جميل جدا، لكن يوجد به خبر محزن جدا. اعزائي المشاهدين، الامارات تلتقي بمواجهة صعبة ضد المنتخب العراقي. طبعا منتخب العراق هل يوافق على المواجهة الصعبة، مواجهة الامارات ام لا؟ هنعرف ده كله في التفاصيل، هنعرف ده كله في الفيديو بتاع النهارده. لكن اتمنى انك تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك الفيديو. مش هتخسر حاجه لما تدوس لايك الفيديو علشان يوصل لكل جماهير الكره العراقيه. فتعالوا مع بعضينا نقول ليكم الخبر بسرعه علشان ما اطولش عليكم اعزائي المشاهدين. لكن هقول لكم الخبر السيء اللي بيحزن كل جماهير الكره العراقيه. في البدايه بنقول لكم ان المنتخب الاماراتي قرر ان هو يلغي البطولة الرباعية في الامارات لاسباب فنية طبعا، ومنهم سبب ان المدرب الهولندي الجديد قرر ان هو ما يلعبش مباريات ضخمة، مباريات ذات رتم عالي. فقرر ان هو يلغي البطولة الرباعية، وقرر ان هو يلعب مباراة وحيدة ودية وهي مباراة العراق، آه، علشان يكون بيجهز لاستعدادات تصفية كأس العالم 2022. فأعزائي المشاهدين، العراق دلوقتي مش هتلعب أيسلندا في يوم 9/1/2021، لكن هتلعب الإمارات متى؟ يوم 12/1/2021. يعني أعزائي المشاهدين، المنتخب الإماراتي قرر إنه يواجه المنتخب العراقي يوم 12/1/2021 بعدما ألغى البطولة الرباعية في الإمارات التي كانت يتم إقامتها من يوم 9 ليوم 14 في الإمارات. طبعا أعزائي المشاهدين، دي طبعا مباراة هتبقى قوية جدا للمنتخب العراقي. المنتخب العراقي بيستدعي لاعبين، استدعى أكتر من 5 لاعبين حتى الآن. فما تقلقوش، هقول لكم على القائمة النهائية للمنتخب الوطني العراقي لمواجهة الإمارات والكويت وأذربيجان وكمان روسيا في شهر فبراير. طبعا أعزائي المشاهدين، أتمنى أن يكون الخبر ده والفيديو ده استفدت منه، وأتمنى أنك تدوس لايك الفيديو. هو طلب بسيط مني، مش هقول لك أي حاجة غير أنك تدوس لايك الفيديو. وعشان تشجعني كمان اكتب كومنت بالقرار اللي قررته الامارات، وهل هتكون الودية دي مفيدة لكاتانيتش ام لا. اعزائي المشاهدين، هقول لكم في الفيديو القادم عن التشكيلة او القائمة النهائية للمنتخب الوطني العراقي. لو انت عايزني انزل الفيديو ده القائمة النهائية للمنتخب العراقي الوطني وكاتانيتش يستدعي اللاعبين، دوس لايك الفيديو واكتب لنا في تعليق بسيط منك. انا عارف ان انا هتعبك في التعليق ده، لكن اتمنى انك تكتب تعليق عشان تشجعني اكتر ان انا انزل الفيديو ده. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، وده كان خبرنا النهارده عن موعد مباراة العراق والامارات. طبعا الودية هتكون بتاريخ 12 كانون السنة 2021، هتكون يا اما الساعة السادسة عصرا، يا اما هتكون الساعة 2 ظهرا. فهي لسه ما تحددش الوقت. هتكون طبعا القناة الناقلة قناة العراق، القناة العراقية الرياضية. فأعزائي المشاهدين، دي مواجهة طبعا قوية جدا للمنتخب العراقي، وهيستفيد بها كاتانيتش لاستعادة الانسجام الفني بين اللاعبين والبدني كذلك. شكرا لكم وإلى اللقاء مع الدولي كل، ونلتقي في خبر آخر مع القائمة النهائية للمنتخب العراقي. إلى اللقاء.